التدخين. قضية التدخين، شوف، باش نقنع وليدي نقنعه باللي الدخان ماشي مليح ساهل. الدخان يا وليدي يضر بصحتك كمعروف طبيا والى غير ذلك، يضر بمالك كمعروف باللي هاي كل المصرف نتاعو، حرام عليك ربي ما يقبلش، الوالدين ما يقبل، هذه كلها طفل يعرفها. لكن علاش رغم هذه المعاني اللي راهي عنده راح للتدخين؟ هنا عندها إشكال سيكولوجي، بمعنى عندها دوافع نفسية. لهذا الوالد الذكي والأم الذكية شكون؟ هي اللي تعرف ما هي الأسباب. بمعنى طفل وليدي راهو يتكيف، واش معناه راهو يتكيف؟ نروح قباله يا الحمار يا ده دماغات الضرب، ايش الطريقه هذه؟ نفهم علاش وليدي راهو يتكيف. انا نقول نذكر سببين، يعني الاسباب نذكر سببين. من بين الاسباب هو تقمص الشخصيه المثاليه. هو اوف راه يشوف الطفل 3 سنين 7 سنين وروح يولي يبحث عن الشخصيه النموذجيه. الشخصيه النموذجيه اذا حطها، اذا كنت انا البابات ما قدرش يكون شخصيه نموذجيه، واش دير؟ في الحوس او لقى واحد شخصيه نموذجيه هذيك اذا كانت تكيف يبان تكيف، راه يشوف ان الشخصيه النموذجيه ديال هذه لا يعني لا شعوريا راه سجل حتى النقاط السلبيه والتدخين باش يعبر على. النقطه الثانيه وهي احيانا ابنائنا ما لقاوش التقدير، يريدوا ان يعبروا انا راجل بابا، انا راجل، انا كذا وعلى بالك وانا يا كذا 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 كذا. اذا ما عطينالوش الطريقه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فور بزاف، والله يا رسول الله نحبوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر، وقالها ابو بكر، وقالها لعثمان، وقالها يقولها بزاف. النعسب كان يقولها فقط للجان، كان يقولها حتى الكبار، نعم الرجل نعم الرجل نعم الرجل، يقولها بزاف. لان المراهقين لما نقولوا له نعم الرجل انت، ايه حبيبي راه يشعر بواحد المقام. وانا واعر، انا راجل، لا انا فور، ماشي واعر نحو واعر هذيك، انا راجل انا فور انا كذا. لا يحتاج ان يذهب الى التدخين ليعبر عن الوصول للمقام والوصول للتقدير الاسري والتقدير الاجتماعي. اما اذا ما وجدش داخل الاسره التقدير الاجتماعي، ما قدرش يفرض بما يسمى تحقيق الذات، ما قدرش يظهر للجميع انا هو كذا وكذا، فيلجا الى وسائل في مظنته ان هذه الوسائل تفرض على الآخرين اللي هم الأسرة والمجتمع أن فلان رجلا بطلا ومن هذه الوسائل التدخين. لهذا نقول للأسرة الكريمة، قبل ما تضرب وليدك، قبل ما تسبوا، قبل ما تعايروا على التدخين، وروح أعرف ما هي الأسباب في كاريزما تاع وليدنا هذا، ثم النقائص ما هي. قال وليدنا جميع قدرته، هيا نبدا وليدي والله غير راجل، تا هو رجل البيت، تا فور، تا الشباب، تا ريزوم، تا حبيبي، تا هو كذا، مع التكرار. لان التكرار وش يولد؟ يولد برمجه عصبيه ورسائل لا شعوريه ترسخ على مستوى العقل الباطني، ثم تتحول الى سلوك نحو التدخين، وتجي سلوك ايجابي. هي بسيطه جدا ان شاء الله. ولكن ان شاء الله ربي يوفقها. حاجه ما نحكموش على اولادنا، ننصح ما تحكمش على وليدك، ما تحكمش عليه، وانما نحاول نربيه، نحاول ناخذ بيده من الخطا الى تعديل السلوك. الرفقه ان شاء الله.